طيب، لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن كل الحلاوه والمزايات بتاعه الديسيجن تريز. في شويه مشاكل موجوده في الديسيجن تريز، وانا يعني هحاول في خلال الفيديو ده وبروبلي الفيديو اللي جاي نتكلم في المشاكل دي يعني. اولهم لما يكون عندك categorical predictor. do have in mind برضو ان شويه من المشاكل دي هيبقى الشرح بتاعها صعب شويه، بس انا هحاول ابسطه على قد ما اقدر يعني. لو انت عندك احد الاكسس بتوعك categorical، جميل، let's say ان عندي x1 مثلا جواه q unordered classes. هباك again x ده اللي هو البريدكتور، ده مش الاوتبوت، ده ما بتكلمش على الاوتبوت، عشان انا دلوقتي هدخل الاوتبوت وهي برضه categorical فما تلخبطش يعني. ركزوا معايا يعني. فلو فكرنا في الموضوع ده، انا النمبر اوف سبليتس اللي عندي، البوسيبل نمبر اوف سبليتس في q unordered values q unordered classes هو 2 power q minus 1 minus 1. دي number of possible splits. ليه؟ ممكن ندي example بسيط. let's say انا عندي 3 كيوب 3، عندي A وعندي B وعندي C. ايه الديفرنس سبليتس اللي ممكن اعملها؟ ممكن اعمل A و B و C لوحدهم، ممكن اعمل A و B و C لوحدهم، وممكن اعمل A C و B لوحدها. هما دول. اي حاجة تانية هتبقى دوبليكيت يعني. لو عملت يعني لو جربوا يعني C دخل مع ال A مرة ودخل لوحده ودخل مع ال B، ال A دخل لوحده مرة مع ال B مرة مع ال C مرة، هتلاقي كلهم خدوا الدور بتاعهم ومفيش اي تكرار. ف 2 power q minus 1 يعني 2 power 3 minus 1 minus 1 اللي هو 2 power 2 4 minus 1 equal 3. فدي النمبر اوف possible splits اللي available بالنسبة لي، وده ينطبق بقى على q بقى وانت طالع يعني. فالمشكله في الايكويشن دي ان هي اكسبوننشال يعني، اللي هو 2 باور الكيو. فالكيو ده كل ما يكبر كل ما النمبر اوف بوسيبل كومبينيشن بيزيد بطريقه مخيفه، والكمبيوتيشنال لود بتاع اللي انت تحسبه هيبقى اصعب بكتير. فدي احد المشاكل بتاعه التريز، ان هي بسبب ان هي لازم تعدي على كل السبليتس، ان احنا بنستخدم جريدي الجوريثم، فالحته دي بتستراجل شويه. في حل، وده بيبقى implemented ساعات كتير under the hood يعني من غير ما انت تعمل حاجه. ان هو اول حاجه بلاش اللون ده عشان استخدمته. هنسورت الكلاسز according to proportion. فاكرين proportion اللي هو كان البي اللي انا قلته فوق يعني. فمن الاخر انت هتيجي تقول كلاس ايه ده موجود في الريجن السبليت اللي انا عايز اعمله دلوقتي ده، كام يعني النقط اللي كلاس النقط اللي هي كلاس. احنا دلوقتي بنتكلم نسيت اقول برضو، خلينا نتكلم محتاج احدد الاوتبوت. ليتس سي ان الاوتبوت بتاعنا 0 1 برضو باينري كلاسيفيكيشن، ده الواي. حلو. فانا هشوف كام نقطة الكلاس بتاعها واحد باينري اللي هو الواي بتاعها واحد والكلاس بتاعها ايه. فليتس سي مثلا ال A طلعت ان هي ليها مثلا 0.5. ان يعني اقولها ازاي، نص البوينتس اللي الكلاس بتاعها واحد في الريجن اللي انا باصص فيه الكلاس بتاعها ايه. حلو. وهكذا يعني هتحسب ده برضو للبي وللسي، وبعد كده تعملهم اوردر يعني تحطهم بالترتيب بتاعهم. فليتس سي مثلا ايه كان اكبر واحد والبي وبعد كده السي فور اكزامبل يعني. ده الترتيب. خلينا اي سي بي عشان ما يبقاش اي بي سي وخلاص يعني. وبعد كده بتعمل سبليتس بيست على الاوردر ده من غير ما تشيل الاوردر. فدلوقتي انا عندي كام سبليت؟ عندي ده A بس او A و C وبس، هما دول. عشان ما ينفعش اعمل A C و B عشان انا كده عملت سبليت اصلا. فانت السبليت بتاعتك قلت. طبعا في حاله ال 3 كلاسز الموضوع قل واحد، فده مش كبير قوي يعني. بس لو انت تخيلت ده على مدار كيو كبيره، لا انت هتقل جامد جامد يعني. دي ميثود يعني بيستخدموها عشان يحلوا ده. ليه ده بيحصل يعني؟ ليه لما انا اعمل سورتنج يعني كده ستيل بجارانتي ان الاقي احسن سوليوشن؟ ده ليه بروف طويل يعني، بس انا مش هشرحه بصراحه هنا يعني.
بس يعني ده السوليوشن بتاع المشكله دي. انا هدفي في الفيديوز دي ان انا اشرح البروبلم وايه السوليوشن بتاعها، بس ممكن ما اخشش تو ان ديبث في السوليوشن ده يتعمل ازاي يعني. ماشي، فدي كده انا مش عارف ليه بيعمل كده بجد. دي كده اول بروبلم. حلو، تمام. بروبلم تانية، اللوس ماتريكس. يعني هي دي مش البروبلم، هو ده السوليوشن يعني، بس هو اللي هو مسمينها في الكتاب كده، فانا همشي مع كده وخلاص يعني. ايه اللوس ماتريكس؟ ليتس سي في حاجه اسمها الكونفيوجن ماتريكس. انا مش عارف انا شرحتها ولا لا، بس خلينا اشرحها دلوقتي يعني. ايه القرف ده؟ يا رب ارسم مربع عدل النهارده بجد. يا جدعان الموضوع صعب والله. ليتس سي انا عندي باينري تاسك، عشان برضو ده اسهل اكزامبل ممكن اديه يعني. ده الترو وده البريدكتد. طبعا مش هتفرق قوي يعني، بس ايه ده بقى؟ ده اسمه confusion matrix. ايه confusion matrix؟ بيديني number of correct predictions او wrong predictions. يعني let's say مثلا انا عندي، لو انا حطيت هنا اتنين، ده معناه ايه؟ معناه انا عندي اتنين كلاسز، الكلاس بتاعهم كان زيرو وانا عملت لهم بريدكت زيرو، فده كده دول كده صح. فانت المفروض بيست على المعلومه دي تفهم ان المفروض ده البلوك ده والبلوك ده هما الحاجات الصح. يعني دول لو جمعت الاتنين دول من الاخر هما دول الكوريكت بريدكشنز من الاخر. ماشي، ليه؟ عشان ده 0 0 وده 1 1، يعني انترسكشن المربع. يعني هنا 1 ده الرو بتاع ال1 وده الكولوم بتاع ال1، فالانترسكشن بتاع 1 1 هو ده كوريكت بريدكشن، وال 0 0 ده كوريكت بريدكشن، انما دول هما الغلط. حلو، فليتس سي برضو فانا هحط شويه ارقام وخلاص يعني. 5 17 25 فور اكزامبل. ايه هدف الماتريكس ده بقى؟ رقم واحد، هو جرافيك مهم جدا عشان يعرفك الموديل بتاعك بيغلط فين. لو فكرت في ده على مدار مالتيبل، ممكن تعمل ده على كلاس كتيره، مش انت باينر، ممكن تبقى 5 كلاس، فيبقى عندك 5 في 5 تبقى نفس الحاجه يعني. ده بيوريك ان مثلا الموديل لو بيغلط في الكلاس رقم 3 هو بيبريدكت ايه. يعني هتلاقي كلاس 3 مثلا 3 فيها فاليوز قليله، بس هتشوف مثلا ان الرو بتاع 3 مثلا في فاليوز، في رقم كبير مثلا في ال5، فكده انت عارف ان الموديل يوجولي بيلخبط كلاس 3 مع كلاس 5 مثلا يعني. فهو بيديك انفورميشن قوي في الاتجاه ده، وبيبقى مفيد في تاسكات كتيره يعني. ايه اللي انا كنت، بس ده اصلا مش اللي انا عايز اتكلم فيه اصلا يعني. بس اللي هو النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها ايه؟ اللوسز، اللي هي الاخطاء اللي هي دي ودي في كيسز معينه. باي ذا واي هم دول اسمهم يعني تايب 1 ايرور. دي حاجه statistics شويه يعني، بس ممكن نقولها خلاص. وتايب 2 ايرور. في ايرورز اوقات كتيره في تاسك معينه، في ايرورز معينه اسوأ بكتير من ايرورز تانية. يعني ليتس سي انا دلوقتي عايز موديل بيبريدكت الشخص ده عنده مرض ولا لا. فانا كده بيست على كده ايه؟ لو هو عنده المرض، انا عايز يعني ال1 1 ده لازم يبقى كبير جدا. 1 0 ده بالنسبه لي كارثه. ليه؟ عشان هو عنده مرض وانا طلعته ان هو كويس، فده ممكن يموت مثلا، فاهمين؟ فده كده يعني ده very important loss يعني. على عكس التاني، يعني التاني ده اللي هو عنده سوري، هو ما عندوش المرض وانا قلت ان هو عنده المرض. ده يعني بص، لو بالاخر هيروح هيعمل تيست كمان وبعد كده خلاص يا اسطى انت كويس ويكمل حياة، مش مشكله يعني. ده مش خطر قوي، بس ده خطر كبير. وطبعا انا بالغلط حطيت فيه اكبر رقم يعني، بس مش مشكله يعني. ناس كتيره ماتت من الموديل ده، بس خير يعني. اللوس ماتريكس دي بتعمل ايه بقى؟ من الاخر انت بتيجي تحط ويت لللوسز دي. يعني بتيجي تقول مثلا ان انا الايرور اللي هو الحته دي انا بالنسبه لي ده خطر، فانا هحط له مثلا 5 ملتبلاير. يعني لو انا غلطت في الحته دي الموديل هيجي له لوس كبير قوي ما يتضرب في 5. طبعا هي بيوجي بتبقاش 5 يعني، بس انا هقول 5 وخلاص. والموديل لو جاب هنا مثلا اخليها 1 زي ما هي. فانا كده بخلي الموديل يميل اكتر بكتير ناحيه الايرور اللي انا مهتم بيه. وده بيحل مشكله ان هو بالنسبه للسيزون 3 كل الاخطاء زي بعض، فده هيحل لك المشكله دي يعني. طيب ممكن ناخد واحده كمان كده سريعا، احنا برضو فيديو طول شويه بس مش مشكله. الميسنج فاليوز. لو انا عندي بريدكتور معين جواه في روز معينه، يعني كولم معين في روز عنده الفاليوز بتاعتها ناقصه مش موجوده، ده ممكن نحله ازاي؟ في 2 سولوشنز او 2 ابروتشز، ان انت يا اما تزود
missing class، او ان انت تعمل حاجه اسمها surrogate variables او surrogate predictors قصدي، variables أو مش تفرق يعني. الميسنج كلاس ده هو ابروتش، بس ده مش جنرال او ده مش موجود كتير يعني. انت ممكن تزود ميسنج كلاس وتبدا تشوف مثلا انت في الداتا عندك الحاجات اللي هي الميسنج دي، مثلا تلاقي فيها ترند معين، فتفهم مثلا واضح ان الجهاز بتاعي لما يكون x1 ب5 على طول x2 بيبقى ميسنج مثلا، فتروح بقى تحل المشكله بقى مش عارف ايه يعني. ده ابروتش يعني. بس الابروتش التاني هو ده اللي انا هنتكلم فيه دلوقتي عشان ده الاهم يعني. سيركت فاريبلز يعني ايه؟ انا دلوقتي لما اجي اعمل السبليت بتاعي هجيب احسن سبليت زي ما انا طبيعي جدا يعني، بس برضو هعمل زي باك اب ليست يعني. من الاخر هقول ان السبليت الاولاني ده عند x1 ب 0.7 مثلا، بس التاني احسن السبليت اللي هو لو انا مش عارف اخد ده، تاني احسن سبليت هيبقى عند x5 ب 0.5 مثلا، ده less than او ده وات ايفر يعني. فده معنى ايه؟ دلوقتي الموديل لما يجي يرن هيشوف x1، لو هو الرو اللي جاي له x1 فيه ميسنج مش هيعرف يعمل ده، فيروح بص على ده وهكذا يعني. فده بنسميه surrogate variables. ده ده بيكسبلويت ان يعني هو الحركه دي بتعمل ايه؟ بتحاول تاكسبلويت correlations between the variables. بمعنى ايه؟ ان انا لقيت ان usually السبليت بتاع x1 ده الايفكت بتاعه شبه الايفكت بتاع السبليت بتاع x5، فغالبا هم يعني احنا بنأسيوم ان هم كورليتد. ان انا لو انا عملت سبليت باكس 1 ما يعرفش اعمل سبليت بي، لو عملت سبليت باكس 5 هو بروبلي الايفكت بتاعهم شبيه عشان هم مربوطين ببعض يعني. مثلا لما اكس 1 بيزيد اكس 5 بيزيد او انفرس وات ايفر يعني، بس في كورليشن ما بينهم، فانا اعرف عن طريق كده اعمل سبليت بتاعي او اظبطه يعني. فدول شويه بروبلمز يعني ممكن فيهم في الفيديو ده يعني.